الناس فاكرة إن النضج بيجي في سن معين، لكن الحقيقة إن العمر مش مؤشر خالص على النضج نهائي. حتى في ناس عندها 40 سنة وتلاقي تصرفاتها تصرفات عيال في إعدادي، ما تجيش حتى في إعدادي، العيال اللي في إعدادي أنضج منهم. أوكي. وفي ناس عندها 20 سنة وبتتصرف بحكمة وعقل، وواحد شاف كتير في الدنيا وعنده يجي 50 60 70 80 90 100. نط عليكوا الحرامية، سرقوا الفول والطعمية. بس تعمل ايه يعني يا اسطى؟ عادي، امشي يا اسطى. بس يا عم ماشي، بس هي لك. مع السلامة، كمل انا. وفي ناس اعرفها اصلا العشرينات من عمرها وحققت اللي الناس بتحققه في سن الستين، اللي هو فقدان ذاكرة بقى وتساقط شعر ووجع ركب ووجع ظهر وكده. شكرا، اتكل على الله انت بقى. ماشي يا عم، امشي يا عم، ماشي خلصان. يلا سلام. قلنا اتكل على الله انت بقى. فلو عايز تبقى شخص ناضج اتفرج على الفيديو ده وهحاول انجزك، متقلقش، عشان نلحق ننضج قبل ما جلدي هو اللي ينضج من الشمس. وانا حسين من قناة ولد الطحاوي، والفيديو ده هقول لك ازاي تبقى شخص ناضج. واول حاجة تعملها انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. قبل ما نبدأ استنى بس انضج شوية، نص نضج كده يعني، حاجة في مش مشي مني. يلا بينا. اول حاجه، الناضج ما بيتنمرش على حد ولا بيقلل من الشخص، وما بيسيئش معامله حد حتى لو ما بيحبوش او اقل منه. يعني الحوار ده انساه، ماشي. بيعرف امتى يتكلم وامتى يبقى السكوت احسن، وبيتجنب الجدال والكلام اللي ملوش لازمه، وبيسامح بسهوله. بس مش معنى كده انه عبيط. بيسامح بسهوله يعني الحاجات التافهه اوكي بيعديها، وبيفكر كويس قبل ما ياخد قرارات مصيريه، وقراراته دايما محسوبه ومش متهوره. يعني مش يصحى من النوم يلا انا مش عارف اعمل ايه يلا. لازم ايه؟ يبقى في نضج. اوكي. ما بيحاولش يلفت نظر الناس بشكل مصطنع عشان شايف ان دي تفاهة وضياع وقت. دايما مرزم كده وهادي، قليل لما تلاقيه بيشتكي او بيعمل دراما او بيحور او كلام من الحركات اللي احنا بنلاقيها دي من علامات النضج. لو عندك يبقى انت ناضج، ما عندكش يبقى انت مش ناضج. تعال نكمل، لسه في حاجات اكتر من كده بكتير. هتلاقيه بيبعد عن الناس السلبية عشان الطاقة دي معدية، فانت لو سلبي هو انت مش هتلاقيه في حياتك اصلا، ده المفروض يحصل. اوكي. او بيحاول يصلح الطاقة السلبية دي بطاقة ايجابية، فانت تفاح. مش عايز اقول الكلام ده، ما علينا. نكمل. احنا كده وصلنا لرقم كام عشان نسيت نقول؟ خمسة، بيتحمل مسؤولية غلطته، مش بيرميها على الناس ويعلقها على شماعات. بص، محدش مغلطش قبل كده ولا بيغلط ولا لسه هيغلط كمان وكمان. وهتغلط، هنغلط وهتزعل وهنجيب ناس تزعل وهنزعل كلنا. محدش حمل الزعل يا عم الحاج. رغم في الكلام كده وتعالى نكمل. احنا بني ادمين ولازم هنغلط، ماشي. بس في واحد بيغلط ويصلح الغلط بنفسه ولنفسه، والتاني بيغلط ويستنى الواحد ده يجي يصلح له غلطه. فاحنا محتاجين نبقى الواحد ده، قصدي مش ده الواحد اللي بيصلح الغلط اللي هو بيعمله بنفسه، ماشي. نرجع تاني للشخص الناضج بقى، او رقم 6، بيعرف يفرق بين اللي يقدر يغيره واللي لازم يتقبله. وده انا قبل كده شرحته في حلقة ازاي تختار عروستك صح، ان احنا كلنا فينا عيوب، ولازم تبقى انت بتختار حد متقبل عيوبه، مش محتاج تغير في حاجة، ماشي. نرجع تاني لموضوعنا. انا مش فاهم في ايه في الشخص الناضج ده. ما 7، بيعرف يقول لا من غير ما يحس بالذنب. بص، دي مش لازم تبقى شخص ناضج عشان تعملها. اي واحد معدي في الشارع ما ترباش هيقول لك لا على اي حاجه تقولها. بس انا بتكلم هنا على الانسان المتربي الكويس المحترم اللي ما بيحبش يكسف حد. نرجع تاني موضوعنا. 7، ما بيضيعش وقته. كل يوم ليه قيمته، وكل ثانيه بتعدي لو ضيعها في تفاهات، لو ايه ده ما ينفعش تضيع اصلا. وانا ما بقولش هنا انك ما تريحش او تنزل تقعد على القهوه شويه او تلعب كوره او جيم او حتى بلاي ستيشن. انا شاب وانت شاب، واحنا عارفين كشباب ان القهوه دي احسن علاج للضغوطات. وتنزل بقى تقول لصاحبك على مشاكلك عشان يحلها لك. لو مش عايز تقعد على القهوه، شوف الفيديو اللي هنا او هنا لسه نازل، كنت بتكلم ازاي تحل مشاكلك من غير صاحبك. انا كلامي هنا ان ده ما يبقاش كل وقتك، يعني خد اجازه براحتك واعمل اللي انت عايزه، بس بعد ما تكون خلصت مصلحه او شغل او مذاكره او كورس. اوكي. 9، ما بيندفعش ورا مشاعره وبيعرف يسيطر عليها. يعني لو زعلان او في حاجه مضايقاك، مش لازم تبقى الجمهوريه كلها عارفه انك زعلان ومتضايق. عادي، انت مفيش يا جماعه حاجه خالص، عادي. اوكي. ولا لو فرحان تمشي تتنطط وهي خالص، مفيش الكلام ده، ماشي. فنرجع تاني لموضوعنا.
من الآخر بيطوّر من تجاربه وبيعرف يتعلم من كل حاجة بتحصل له عشان ما يقعش في الغلط مرتين، أو لو وقع فيه تاني عشان قُلنا ما فيش حد ما بيغلطش، هيعرف يصلّح الغلط أسرع من أول مرة. أوكي، حلو الكلام ده، يا رب يكون حلو. 10 والأخيرة ما بيدوّرش على الكمال وقابل نفسه زي ما هو، ممكن يشتغل عليها يحسّنها أكتر زي إنه ينزل الgym أو ياخد كورسات زي ما قُلنا قبل كده، بس الكلام ده مش عامل له عقدة نفسية، يعني أنا كده جامد بس ممكن أبقى أجمد، مش أنا كده ضايع ومحتاج أبني أصلًا أو أبتدي. فأنت لازم تبقى مقتنع إنك جامد وخلاص، هو مش هنعرف نرجع تاني لموضوعنا، إحنا خلّصنا الموضوع أصلًا. أوكي، ففي الآخر عايز أقول لك إن النضج مش إنك تبقى معقّد أو جامد، النضج هو إنك تبقى فاهم نفسك وفاهم الناس، وتتصرّف بوعي، ولو لسه ما وصلتش للمستوى ده مش مشكلة عادي، كلنا بنتعلم وكل خطوة بتقرّبك أكتر لنسخة أنضج من نفسك. أوكي، بس كده خلّصنا أول حلقة كان مكتوب لها script الحمد لله وباقي الحلقات الجاية I don't know when uploading a new video but سيبها على الله. لأ استنى، كان في مقدمة جديدة، وما أعرفش أنزّل إمتى فيديو جديد، بس اللي أعرفه إن الجديد فريد، وما تسألنيش مين فريد عشان مش هاقعد أعيد وأزيد، ماشي؟ بس سيبها على الله وأشوفك الفيديو الجاي وgoodbye.